عمرك سألتي نفسك ليه في أمهات بيوتهم مليانة دفى حب وأمهات تانية بتعمل نفس اللي بتعمله الأم الأولانية لكن بعصبية وتوتر وبيوتهم مليانة نفس العصبية والتوتر رغم إن يمكن البيتين ليهم نفس الظروف. معاكي هبة فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي ان ايجيبشن جيرل، والنهاردة هكلمك عن الفرق بين البيتين وسبب الفرق هنا مش في وجود الحب أو لا، الفرق بيكون على الأغلب في اللي بتعمله الأم خلال يومها. تعرف أفهمك وأنا باكل وبنعمل قهوة. الأم الهادية بتعمل لنفسها مساحة في يومها تعمل فيها حاجة هي بتحبها شغوفة بيها بجد وبتنسى معاها الوقت. أما الأم البائسة هي نسيت نفسها واستهلكت روحها كلها في المهام والمسؤوليات اللي وراها اللي أكيد في كتير منها مش بتحبها، بالتالي روحها اتطفت وهي نفسها على مستوى عميق جدا بتتصرف وهي غضبانة، بتفكر ويا ترى أنا جيت الدنيا لخدمة الآخرين فقط لا غير. وده اللي بيخلي أمهات كتير قوي بعد ما أولادهم يكبروا ويشقوا حياتهم يبقى عندهم فراغ ومش عارفين يعملوا إيه في حياتهم وتايهين وما بنوش حياة خاصة بيهم، فده بيخليهم يعانوا قبل وبعد ما الولاد يكبروا. وهنا بننسى مبدأ مهم جدا، أم سعيدة يعني أسرة سعيدة. ده غير إن أنتي عن غير عمد بتربي ولادك على إن هم يطلعوا أنانيين وإن ماما أو كائن الأنثى روبوت وملوش مساحة أو أحلام شخصية، في حين الأم بتمارس شغفها بتكون مليانة من جوه شحنت طاقتها فبتديه من باب الحب، بتبقى أكتر حضورا بتبقى أكتر هدوءا في بيتها. فخليكي فاكرة إنك تعملي حاجة لنفسك أو تمارسي شغفك دي مش أنانية، ده عمود التوازن. قوليلي إمتى مارستي هواية بتحبيها، ولو لسه مش عارفة إيه شغفك فأنا عملتلك ورشة اكتشفي شغفك. احجزي مكانك واعرفي إيه هي الهواية اللي هتخلي أيامك شبهك أكتر عشان تكوني الشخصية اللي تقدر تدي من حب وتخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها. اكتبيلي كلمة شغف وهنبعتلك التفاصيل وبس خلاص.